فراح قال لك خلاص انا عملتها. راح سيسموك قال له عملتها عندها راح حرقه من باربيكيو داركلين بقى هوت دوج. ازيكم يا جماعه، ايه الاخبار؟ انا عمر راتب ودي راتب ريفيوز. لسه مخلص ابيسود 6 من سيزون 2 هاوس اوف ذا دراجونز. لو كنت خلصتها تعال نراجعها، لو ما كنتش خلصتها روح شوفها وتعالى. الانترو علشان ما ننساهاش اهم حاجه، زاد فيها شويه حاجات عايز احكي لكم عليها. زاد عليها ميليس وسانفاير الدراجونز بتوع رينيس وايجون وهم واقعين على الارض، وشفنا رسمة لإيجون ورسمة لرينيس وهم واقعين وميتين. وحاجة برضو لاحظتها غريبة قوي، ان الدم بقى لونه اسود، وبعدين الدم اللي لونه اسود ده وهو رايح على العرش كده بيتقفل عليه بحاجز. اعتقد ان ده الحاجز اللي عاملينه الفيلاريانز والمراكب بتاعتهم وقافلين بيها المدخل لدراجون ستون. قولولي في الكومنتس لو عندكم افكار تانية. بداية الحلقة بنسمع اغنية اللانسترز اللي هي اسمها رينز اوف كاستمير. دي الاغنيه اللي اتلعب منها الفيرجن الاكوستيك في الريد ويدنج في جيم اوف ثرونز. ونورمالي احنا لما بنسمع الاغنيه دي بحس ان انا هشوف تايوين لانستر، لقينا شايفين جيسون لانستر تعبان جدا يا حرام. بالنسبه لتايوين مفيش منافسه خالص. جيسون لانستر بيروح على حته اسمها ذا جولدن توث. ذا جولدن توث دي هي في الوسترلاندز، في الاراضي الغربيه اللي تابعه اللانسترز، ولكن قريبه جدا للريفرلاندز. فهو في طريقه من كاستلي روك بيلم الجيوش بتاعه الوست علشان يخش على هارن هول والحته اللي فيها الريفرلاندز، الحته اللي فيها دايمون. بيحاول فاشلا حتى الان ان هو يجمع الجيوش بتاعتها. بيقابل سير هامفري لافرد اللي هو البوب بتاع جولدن توث ده، وهامفري لافرد بيقول له جايب لك 500 محارب ما يتخيروش عليك، اتفضل بتوعك. قال له باشا انا معايا 8000. جيسون قال له انا معايا 1000 نايت فارس اساسا، وقدهم 7 مرات ارشرز اللي هم بيضربوا بالاسهم، وعساكر زي ال 500 اللي عندك، فانا معايا 8000. هامفري لافرد ده لما لقى الراجل معاه ناس كتير قوي وجاي له القلعه وبتاع، قال لك احنا مش جاهزين للناس دي كلها. قال له طب يلا نخش بقى نحارب، يلا بينا يا باشا نروح بقى على هارن هول. قال له ولا اي هارن هول، في تنين هناك. باشا ابعت لاخويا تايلاند اللي هو في الجرين كونسل الماستر اوف كوين، قول له يبعت لي الواد ايمند بالتنين بتاعه عشان انا مش هخش حارب الا لما هم ييجوا. فراح المعلم هامفري لافرد قال له طب انت هنعمل ايه دلوقتي؟ قال له نخش بقى نقعد عندك في القلعه بقى، احنا ال 8000 بقى، يلا بقى ضب لنا الدنيا. ضيوف لزاز. الجواب بيوصل على طول، وبنشوف تايلاند لانستر وهو بيقول لايمند اخويا، بيقول لك تعالى انت والتنين بتاعك. فاحنا بنبتدي برد ايمند، انت مين اخوك ده يلا اللي يقول لي تعالى وبتاع. ومتضايق جدا ان هو يعني هو خلاص بقى انا الملك وبتاع، فاللي هو حد بيقول له تعالى انت والتنين بتاعك عايزينك في طلعه وبتاع. فاتضايق جدا، قال له ايه معاه 8000 ليه ما بيحاربش؟ فقال له يا باشا هيحارب ازاي معاه في تنين قاعد في هارن هول، لازم تنين قدامه بس بعد اذنك. من الاخر ايمند بيقول له لو اخوك ما راحش هفلقه، اخوك يروح يحارب. فاليسنت بتقول له بقى ايمند طب ممكن افهمك بس لسه هتتكلم، لو تاخدوا بالكم لسه بتحاول تهدي الامور، بتحاول تسيطر على الموقف. ايمند طبعا ما عندوش الكلام ده خالص، راح مكمل هجوم على تايلاند اكتر من الاول، وقال له روح اسوس في ناس اسمهم التراياركي. التراياركي دي هي تحالف بين 3 حتت في اسوس، مير وليس وتايروش. مير وليس وتايروش دول ما ينفعش حد يثق فيهم ابدا، واحنا بشوفنا في سيزون 1 كذا مره كان بيقول احنا ملناش دعوه بالفري سيتيز، ملناش دعوه بالناس دي. كان دايما فيسارس بيقول احنا مش عايزين نخش في حروب في الحته دي. وكورلس فيلاريان كان دايما عايز يخش يحاربهم، وكان هو اللي عايز يروح الستاب ستونز علشان يحاربهم، وراح فعلا هو ودايما. فلما لقى المعلم تايلاند لانستر ده ان هو المفروض يروح الحته المرعبه دي التراياركي ويروح يعمل تحالف معاهم، اتخض جدا. يعني اللي هو باشا تراياركي مين؟ احنا ما بنتكلمش مع الناس دي خالص. ايمند قال له باشا روح هناك جيب الفليت بتاعهم، اتفق معاهم، خش اضرب بالمراكب بتاعت كورلس، خش اضربهم على ما الجيوش بتاعتنا تيجي الهاي تاورز وكده، واللانسترز يجوا من الغرب. بيقول له المسافه قريبه دي التراياركي هنا، انت بس تعدي النهر تجيبهم وتيجي وتخش تحارب وبتاع. الناس كلها قاعده بصله بصت كده، انت بتعمل ايه يا معلم؟ يعني كريستين كول لو تشوفوا بصص له بصه مش مقتنع خالص. اليسنت برضو مش مقتنع خالص. لارس هو اللي بيحاول يصطاد في المايه العكره، بيقول له فكره جميله يا ايمون، فكره ممتازه. بيحاول ايه يعني ايه مش عارف نقولها ازاي، بيحاول يتمحلس له. حلو. اليسنت بتحاول
تدمر الخطه دي، بتقول له طب بلاش الترايركي، عمرنا ما هنثق فيهم، ايه اخبار الجراي جويز؟ هنا بقى في شخص جامد قوي اسمه ذا راد كراكن، دالتون جراي جوي ده اللي هما بيتكلموا عليه، شخصيه قويه جدا هتيجي قدام معانا ان شاء الله يعني، ما تحالفش مع حد. هم بعتوا له قالوا له تعالى بالمراكب بتاعتك وبتاع، ما ردش عليهم، ولا رد على دول ولا رد على دول. والمعلم ايرون راد عارف ان الجراي جويز مستنيين يشوفوا مين اللي هيكسب عشان يتحالفوا معاه. شبه كده الفريز شويه في روبرتس ريبيليون اللي هي قبل بقى جيم اوف ثرونز، كانوا مسمينهم ذا ليت لورد فري، بيفضل مستني يشوف مين اللي هيكسب ويخش يحارب معاه. ما شاء الله يعني ايه، مليء بالشجاعه. بس دالتون جراي جوي ده مليء بالشجاعه فعلا، هو دالتون جراي جوي ده بيحسبها كويس جدا، ده مش سهل خالص. فايرون راد بيقول طب احنا ممكن نجيب دالتون جراي جوي ده بطريقه لذيذه، نجوزه اليسنت. وراح بشار على اليسنت اللي هو رجعت لورا في كرسيها كده، انت بتهزر؟ لا وبتاع مستحيل. فكريستن كول بقى حبيبته هيجوزوها، فراح قال لك لا ثانيه، انا ممكن عندي فكره، انا صحيت دلوقتي وهقول بقى افكار. لو الترايركي كسبوا ودخلوا وعدوا من كورلس فالاريون والمراكب بتاعته، كده احنا هنبقى في مشكله، كده هيبقى في جيوش غريبه موجوده على شواطئنا، دي كارثه. هو راجل المفروض ان هو كينجز جارد، وشايف ان دي مش حاجه كويسه خالص ان الناس من تايروس ومير وليس يبقوا موجودين عندنا. فراح ايمن باصص له كده قفشه، قال له انت عايز تنقذها؟ قال له طب روح هارن هول. ايه يعني اروح فين؟ قال له هارن هول، روح هارن هول جمع جيوشك وروح على هارن هول، يلا حارب ديمن. فراح كريستن كول باصص لايمن كده وهدده من تحت لتحت. ازاي هدده؟ قال له الجيوش بتاعتنا مات منها ناس كتير قوي في الحرب اللي في روكس ريست، وانت عارف كويس يا ايموند يا اللي حرقت اخوك. بس هو ما قالش كده، بس اداله البصه يعني. وايموند خد باله، فهم. ايموند ذكي فشخ، وعجبني جدا ان هو ذكي ورولر قوي وماسك مالي مركزه وبياخد قرارات حتى الان انا شايفها معظمها قرارات كويسه. اولهم نزلوا الجثث اللي مشنوقه، ده عجبتني جدا، فانا عشان كده ابتديت احبه. وبعد كده خد قرارات تانية حلوه جدا برضو بنشوفها في الابيسود دي. ايمند ابتدى يقنع كريستن كول، قال له باشا احنا هيبقى عندنا جيش من هنا من بتاعك، هتجمع الجيوش بتاعتك اللي هتعرف تجمعها، وهيبقى عندنا الجيش بتاع الهاي تاورز واللانسترز اللي جايين، الجيشين دول ضد الجيش بتاع دايمن هنعرف نكسب. فهنا لارس بقى بيصطاد في الماء العكره، قال لك انا موافق جدا، فكره جميله يا ايمون. طبعا ايمون ما بيخشش عليه الكلام ده، راح مديله بصه كده، واليسنت برضه راحت مدياله بصه كده. المهم ايه، كريستن كول قال ملكنا ممكن نستنى لحد ما الجيوش تيجي؟ فايمون قال له باشا مش هنستنى حد دلوقتي، جيوش يلا. فراح كريستن كول قال له وانت يا ملك فين بقى انت وتنينك وعين واحده؟ قال له انا هاجي وقت اللزوم، هاجي انا وفيجر في الوقت السليم، انا ما عنديش مشكله خالص اني احارب دايمن لو هو اصلا يستجري انه يفكر يحاربني. تخيل كده فايت بين ايموند وديمن، هيبقى عامل ازاي؟ يلا يا جماعه انصراف، كل الناس ماشيه. راح ماما ثانيه عايزك فاهم إيه؟ قال لي انت قلت له انا؟ قال لها ايوه. في الحضيه بص الناحيه التانيه مستنيه تشوف كول او لارس حد، في حد ممكن يستنى معايا، الناس مشيت كلها فهي رجعت لوحدها. فراح قال لها انت بصراحه قضيتي وقت هايل هنا معانا في الكونسل، تقدري تروحي. ايه مرفوض؟ انت بترفض امك؟ قال لها ايوه برفدك، انت خلاص شكرا عملتي شغل هايل. قالت له انا عملت شغل ممتاز وانا كنت كونسل هايل لفيسيرس ولايجون. قال لها فيسيرس مات وايجون زي ما انت شايفه باربيكيو جوه، فكك مش عايزين شكرا، اتفضلي حضرتك وبتاع، وتقدري تفضي بقى للحاجات التانية اللي انت عايزه تعمليها. راح مديها لها كده، فمن الواضح ان هو عارف هي كمان بتعمل ايه. فقالت له بقى حاجه ديب جدا، مش عارف فاتتك ولا لا، اصل انا بشوف الحلقه مرتين ومره اقعد اكتب وبتاع عشان ايه لو حاجه فاتتك اقول لك عليها. راحت قالت له هو انت لسه عايز تنتقم من كل اللي اتعمل فيك وانت صغير؟ قالت له الانتقام اللي انت قاعد بتعمله ده مخلصش لسه، شايل بان قوي في عينيه التأثر. وقام ومشي في دراجونستون. كورلس فالاريون هاند اوف ذا كينج داخل الكونسل، اول واحد ما شاء الله ولد ممتاز هايل، اول واحد واصل الشغل، داخل بيبص على الكرسي بتاع رينيس بتأثر شديد، وبيبص على روكس ريست اللي على الترابيزه، وبيفكر في مراته اللي ماتت وهو متضايق جدا. بيجمع كده ان هو هاند اوف ذا كينج، يقوم مطلع البتاع ولابسها، الناس كلها بتيجي، بيقعدوا بقى الكونسل من غير الفريد بروم علشان ده راح لديمن، المفروض ان هو في الطريق. كان نفسي اشوف الحلقه دي هناك، بس هم تقريبا ايه اذكياء، قال لك لا لسه في الطريق ما وصلش. الناس كلها قاعده، اتفضل معلم ستيفن داركلين اتفضل. ستيفن داركلين بيجي، انا عملت ايه يا ملكه؟ بتقول له انت جدتك كانت تارجاريان، فانت ممكن تمتطي تنين. قال لها انا؟ قالت له اه،
كل الناس بصت لها كده. من الواضح ان محدش عارف الخطه دي قوي، يعني هي وجيس بس مثلا او حاجه. لورد كالتجار متضايق جدا جدا من الخطه دي ومش عاجباه وشايف ان دي فكره مجنونه. ستيفن داركلين بينزل على ركبته يقول لها ده شرف كبير، وهو فعلا لو هو عرف ان هو يبقى عنده دراجون ده معناها ان هو هيبقى يعني very very powerful يعني. وهو راجل لويال لراينيرا، ولو هي محتاجاه يركب تنين فهو مستعد يضحي بحياته عشان يعمل كده، زيه زي الداركلينز اللي قبليه، ال7 داركلينز اللي قعدوا في الكينجز جارد على تاريخ هذه العائله. بعد كده سيشن من الفاجوالا مع المعلم دايمون. ابتدينا نزهق من الفاجاول بس ماشي. هنا ابتدت الفاجوالا في الحلقه دي، انا حاسس ان هي ابتدت تبقى فاجوالا بوزيتيف شويه يعني. انا مبسوط قوي ان انا شفت فيسيرس تاني، عشان الراجل ده ممثل عبقري، وانا كنت مبسوط قوي ان هو كان موجود تاني. وحصل بينهم تاني نفس السين بتاعت اير فور اداي. انت قلت على ابني ان هو وريث لمده يوم، فبيقول له مين اللي قال لك كده؟ انت تقول على ابني كده وبتاع. فيسيرس ابتدى يلوم دايمون وقال له انت مش هتبقى اير تو ذا ثرون، وانا كل حاجه اديتها لك انت بترميها تاني في وشي، وانا هجيب حد تاني يبقى اير تو ذا ثرون. نفس السيناريو بالظبط اللي حصل السيزون اللي فات بينهم وبين بعض. بيقول له روح لمراتك في ذا فيل في حته اسمها رون ستون، مراته دي اللي هو راح مدشملها في سيزون 1. بيجري دايمون بيحاول يفتح الباب ما بيفتحش، لحد ما بيقوم الباب فاتح وهو مكفي على وشه، يلاقي المعلم بسله واقف يقول له سم الله عليك تعالى حبيبي بتاع مش عارف ايه. بسله حبيبي بسله راح مقوم دايمون، راح دايمون مطلع سكينه وهاجم على بسله. تاني اكتر حاجه عصبتني في الحلقه دي، حرام عليك حرام عليك المعلم، انت اللي بتفاجولني وانت اللي بتعمل فيا كده وانت اللي بتسممني ومش عارف ايه. انت مع مين؟ راح مديله اتهامات بقى، انت مع الجرينز ولا يلا انت لسه مع لارس قريبك ومش ضده ولا حاجه، ولا انت راينيرا اللي بعتك عليا؟ ابتدى بقى ايه، ابتدى يشك فيه جامد جدا. راح شوف، لا شوف حلاوه المعلم بسله. قال له ايه؟ قال له اتي بس بنت، والله جميل، راجل جميل. هدى دايمون خالص كده خالص. الناس كلها واقفه، ولاد سايمون سترونج كلهم واقفين، وسايمون سترونج كلهم قاعدين باصين لدايمون كده. قال لهم ما تتفرجوش عليا وبتاع، وطلع متضايق جدا وراح موضب شنطه. بجد انا مش مصدق ايه الشنطه الصغيره قد كده دي. الشنطه اللي هو مسافر بيها بقاله 6 سنين قاعد في هارن هول. جاب الهاند باج الصغيره دي ونازل بقى خلاص انا مسافر. كراكسس سخن، الدراجون بتاعه سخن، يلا يا معلم نسافر. طلعت له مين؟ أليس ريفرز. قعد يشتكي لها بقى من الكيرس ومن البويزن ومن انا بيحصل فيا ايه ودي لعنه وانا عايز اهرب من هنا وانا عايز اجري. قالت له ما طبعا انت عايز تهرب زي ما هربت قبل كده كتير. وراحت رمياله دراجون ستون، ستيب ستونز، بنتوس، هارن هول. دلوقتي 4 هم. ايه اللي حصل في دول لو فاكرين؟ ستيب ستونز لما راح هو وكورليس فيلاريون وعائلة الفيلاريون يحارب ضد الكراب فيدر ده، برضو كان بيهرب، وكان بيهرب من مشاكل وخناقات بينه وبين اخوه والكونسل بتاع اخوه. بنتوس كان راح بمراته لينا فيلاريون وخلف ولاده هناك وهرب برضو من نفس المشاكل، وراينيرا هي الاير وكده. راح هناك وقعد في بنتوس مع راجيو ده اللي احنا سيرته هتيجي تاني في نفس الحلقة دي من جين ارن لرينا تارجاريان. هو بيقول لها ان هو تعبان ومتدمر ومش عارف ايه. بتقول له هنا في حاجات اكبر منك واكبر مني، ويعني انت حاسس ان انت يعني اللعيب، ولكن انت مجرد طابية او عسكري كده في الشطرنج حد بيلعب بينا، انت مش ان كنترول خالص، وعصبيتك الشر اللي جواك ده بيعميك. قال لها راينيرا ما كانتش عايزه تبقى ملكه. قالت له بالظبط كده، ما هو عشان كده فيسيرس خلاها تبقى ملكه. انت مش فاكر ان فيسيرس برضو ما كانش عايز يبقى ملك، بس لما جات له اخذ المسؤوليه وكان قدها. فرح دايما قال لها قولي لي اعمل ايه؟ قالت له اقعد ما تعملش اي حاجه. قالت له التاليز هم مفتاح، الناس اللي انت جم اتخانقوا معاك دول ولا البلاك وودز ولا البراكنز، الناس دي كلها تابعه للتاليز. املك الوحيد ان تالي يبقى معاك، هم بيسمعوا كلام تالي. فلو انت عايز توحد كل جيوش الريفرلاندز لازم تبقى ثرو تالي. قال لها جروفر تالي ده الحاج ده تعبان وبتاع. قالت له اقعد بس انت 3 ايام ما تعملش اي حاجه، والحاج ده ممكن محدش عارف ممكن يحصل فيه ايه، عادي. بنروح على دراجون ستون وبنسمع الاغنيه بتاعت التنانين اللي كان بيغنيها هي بالظبط دايما لما راح لفيرميثور في سيزون 1. الدراجون كيبرز دول ال6 اللي قاعدين معاهم عصيان وهم بيروضوا التنانين اللي بيشتغلوا في الدراجون بيت، بيغنوا لسي سموك الاغنيه دي، وواقف وسطهم ستيفن داركلين، ووراه بقى رانيرا وجيس بيتفرجوا على المهزله اللي بتحصل دي. لو تاخد بالك كان ستيفن داركلين اول ما حس ان في تنين جاي راح ماسك سيفه. يا سلام يا داركلين الذكاء ده، هضربك بالسيف.
تعبان يعني، وكان خايف جدا طبعا وقاعد يبص وراه، التنين قدامه باصص له في وشه وهو قاعد يبص وراه ويبص لهم، وبعد كده ياخد خطوه وخايف وبتاع. وبعد كده اول ما راح سي سموك بقى اشتغله، قال له اتفضل تعالى، عامل له كده. فراح قال لك خلاص انا عملتها. راح سي سموك قال له عملتها عندها، راح حرقه باربيكيو داركلين بقى هوت دوج. كارثه طبعا، خسرت رانيرا واحد من اهم الكينجز جاردز بتوعها، وكمان سي سموك فلق. كورليس فيلاريون بيروح بقى لابنه اللي هو الغير شرعي الين، وادم قاعد بيتفرج عليهم من بعيد كده، اللي هو حسره كده، قاعد بيتحسر. سيبنا من ادم ده دلوقتي، قصته قصه. لو ناخد بالنا الين لابس بتاع على دماغه، بيحاول يخبي شعره اللي هو الابيض عشان هو عنده دم فيلاريون زيه زي ابوه كورليس. كورليس بيقول له انت عامل شغل كويس جدا في المركب، انا عايزك نطلع مع بعض وتبقى انت دراعي اليمين. بيقول له ليه انا دراعك اليمين؟ ما في غيري احسن مني، انت اشمعنى بتنقيني انا؟ هو عنده ايشوز، هو متضايق ان ابوه مش معترف بيه ومش عايز يقبل اي حاجه من ابوه. هو ده في تفكير الين. ولكن كورليس فيلاريون بيقول له لا، هو انت حتى لو يعني انت كده كده احسن واحد والناس كلها بتحترمك وبتحبك، فانت تليق بهذه المكانه، فانا عشان كده بختارك. ما قالوش عشان انت ابني. لمح له كده، قال له احنا هنروح على شارب بوينت، بار امن ده واخد النفيو بتاعه اللي هو ابن اخوه مثلا، مخليه يشتغل معاه على المركب وبتاع. بيلمح له كورليس بطريقه يعني كده سطحيه جدا. الين قال له باشا انت لو عايزني اجي معاك ده امر يعني، ولا انت بتطلب مني كده؟ فراح كورليس فيلاريون قال له باشا بكره تبقى على المركب. قال له حاضر يا فندم، السلام عليكم. الخماره اللي في كينجز لاندنج بيحصل فيها الخطه بتاعه ميساريا وراينيرا، وبنعرف مين الناس اللي مشتركه في هذه الخطه. اولهم طبعا ديانا البنت اللي اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت، اللي هي ضحيه ايجون تارجاريان. دي بتبتدي هي وسيلفي، اللي احنا بنعرف بقى ان سيلفي كمان جزء من المخطط وبتشتغل مع ميساريا. هما الاتنين بيبتدوا يطلعوا الاشاعات ويقولوا ان في اكل كتير جدا في القلعه، وان هي عندها بنات كتير بتروح تشتغل هناك الشغل الهق مق بتاعهم ده، وبياكلوا اكل فظيع، بيعملوا لهم حفلات فظيعه. وبيكلموا مين؟ بيكلموا ألف اللي هو الراجل اللي بيقول ان هو تارجاريان باسترد، وبيبتدوا يأثروا على الناس اللي موجوده بما فيهم ألف. كلام موجه ليه هو. بيبتدوا يحطوا في دماغه وفي دماغ الناس التانيين ان الجرينز دول كوين أليسنت وايمند والناس دي كلها بالنسبه لها مش مهم خالص الرعايه بتاعتهم والشعب بتاعهم، وهو مش فارق لهم ان شاء الله يموتوا من الجوع بالنظام ده. واحنا للاسف الترو اير الوريثه الشرعيه خدوا منها الحكم بتاعها اللي هي راينيرا. فده كلام خيانه وش يعني، وهم بيقولوه كده بصوت عالي. انا مش فاهم ازاي لارس ده نايم في البسله ولا ايه، ولا هو سايب الناس تقول كده وده مزاجه عادي ممكن تطلع منه يعني. في دراجون ستون المعلم سالتجار كالتجار متضايق قوي من راينيرا، وقاعد بيلومها ويقول لها مش لازم يعني الخطط الفظيعه بتاعتك دي، موتلنا الراجل وبتاع والتنين هرب، ولو كنت سمعت كلامي انا قلت لك ابعتي لورد موتن لروكس ريست. راحت هي لافه وراحت ملبساه واحده كشاف، بتديله على وشه واحده كده. الراجل بيبص حواليه كده بيلاقي الناس اللي هو ما خدناش بالنا، ما شفناش، احنا ما كناش هنا وبتاع، حاجه يعني صعبه شويه. بتروح على اوضتها بتمسك السيف اللي هو بقى خلاص انا لازم احارب، انا لازم ابقى قويه وكده. ميساريا بتخش عليها بتقول لها انت صح، انت ما عملتيش حاجه غلط، داركلين ده راح بمزاجه وهو اللي عمل كده علشانك، انت مش غلطانه في اي حاجه، ما تسمعيش كلامهم. وبتقول لها شكلك حلو قوي بالسيف وبتاع. دلوقتي رانيرا لازم تبقى رولر قويه، ما ينفعش تبقى غلبانه وضعيفه وبتسمع كلام الناس. في كينجز لاندنج المجاعه واصله للماكسيمم. الست اللي اسمها كات مرات هيو عندهم بنت عيانه لو نفتكر، بتحاول تجيب للبنت دي اكل، مش عارفه تجيب اي اكل، الاكل خلص، واقفه في الطابور بقالها كتير قوي. ولما وصلت قالت له هات لي اي فتافيت عندك، قال لها كله خلص. قالت له اي سكرابس، اي فتافيت، قال لها مفيش اي حاجه. وبتعدي عربيه شايله شويه خرفان ومعيز بقى وبتاع رايحين عشان ياكلوهم للتنانين. مين اول واحد بقى بيعلق بصوت عالي؟ ألف. ديانا وسيلفي كلموا معاه في البار، هو اللي قال بتاكلوا التنانين بتوعكم، طب وبالنسبه لينا احنا مش هتاكلونا احنا؟ وابتدى يبقى في شكل ثوره صغير بيحصل جوه الشعب بتاع كينجز لاندنج. فالناس قاعده بتلوم الجرينز طبعا، والناس قاعده بتلوم ايمند وبتلوم أليسنت. راح ايمند ماسك لارس بقى مشطفه. الناس بتقول كده ليه؟ الناس ليه مش بتلوم راينيرا؟ الناس ليه بتلومنا احنا؟ انت دورك ايه؟ فابتدى ايمند يهزق لارس جامد شويه. لارس بيقول لايمند على مشكله المجاعه، وبيقول له ان دي كارثه، وبيقول له ان ده هيولد لنا عدو من الداخل. طبعا ايمند ما رحموش. ايمند قال له ده انت مسؤوليتك اصلا وبتاع، راح داخل مشطفه. الرومرز دي المفروض ان هي تبقى بتتقال على راينيرا، ما بتتقالش عليا انا او علينا احنا. الكلام ده لازم يبقى بيتقال على راينيرا، انت لازم تحل الموضوع ده. فراح لارس قال له انت عندك حق، انت محتاج هاند اوف ذا كينج.
هاند اوف ذا كينج. قال له انت الهاند اوف ذا كينج اللي موجود ده بتاع اخوك كريستن كول ده اللي اختاره ايجون، انت لازم تختار كينج. بيعمل نفس اللي عمله بالظبط مع ايجون. لو نفتكر راح لايجون قال له الهاند اللي موجود ده اوتو هاي تاور بتاع ابوك، مش انت اللي مختاره. فراح ايجن مطير اوتو وجايب كريستن كول. فلارس اللي هو ايه ده؟ طب وانا راح لارس لايموند قال له بقول لك ايه، الهاند ده بتاع اخوك انت لازم. قال له طيره ورجع لي اوتو. قال له ايه؟ قال له اوتو. طب مش انت طبعا. وراح مهزقه تاني ايمن. حاجه لارس ايه اتداس عليه جامد يعني. وان ايمند يقول له رجع لي اوتو هاي تاور، انا كنت بجد بسقف وانا قاعد قدام التلفزيون. احنا محتاجين نشوف الراجل ده تاني. اوتو هاي تاور كان العقل الرزين الوحيد اللي موجود، افكار حلوه، خطط جامده، بروباجندا على ابوه من الاخر. محتاجينه جدا هم، واتمنى طبعا نشوفه تاني الحلقه اللي جايه. يخش عليهم مستر اوروايل ويقول لهم ان ايجون صحي وبقى كويس يا جماعه وبيقول وبتاع. فراح ايمن قال له ايه بقى كويس؟ راح لارس بقى مبسوط قوي. لارس قاعد باصص لاورويل كده قال له ايجون الحمد لله بيسمع كلامي. بيبص كده لقى ايمن باصص له، اديله واحده كده. وبنروح نشوف الخص بقى وهو بيتشال بقى. فهمنا الخص بقى دوره ايه؟ فهمتوا؟ قولوا لي انا ما فهمت. الخص بقى بيشيلوه من على ايجون وبتاع، وايجون يعني ايه بيتألم بس مفوق لها يعني صاحي. راح ايمن داخل عليه، صاحي مين يالا؟ راح داخل هاجم عليه ماسك الكرة الرخام اللي هما بيستخدموها. ايجون مرعوب من ايمن وبان قوي عليه ان هو طبعا فاكر ايمند عمل فيه ايه. وايمند قال له انت فاكر ايه يالا؟ فاكر ايه؟ وات دو يو ريمبر؟ فراح قال له مش فاكر اي حاجه والله ما فاكر اي حاجه. قال له هجمت انت بسان فاير على ميليس يا متهور. قال له والله ما فاكر حاجه والله ما فاكر اي حاجه وبتاع. دخل عليهم مستر اورول. راح ايمند قال له بقول لك ايه، الملك ده تعبان ومحتاج يريح له كام سنه كده، نيمهولي. قال له حاضر يا باشا. عجبني في الحلقه دي ان احنا بنروح على حتت كتير قوي يعني. رحنا الويست ودراجون ستون وكينجز لاندنج وبتاع، ودلوقتي رحنا بقى ذا ايري ذا فيل. لما بنروح هناك بنلاقي رينا تارجاريان بيبي سيتر اللي بعتنها مع العيال الصغيره على ذا ايري ماشيه مع جوفري، وجوفري بيقول لها انا عايز مامي، وهي تقول له معلش يا حبيبي واحنا كلنا لازم نضحي وحاجات كده يعني ملهاش اي ثلاثه لازمه. بس المهم ان هم ماشيين لحد ما بيلاقوا معيز محروقه، معيز كتير محروقه. في تنين بيحب المعيز كان موجود هنا كده. في شخصيه اسمها ناتلز تقريبا مش هتطلع، اعتقادي الشخصي موجوده في الكتاب مش هتطلع تقريبا. رينا هتاخد مكانها، هنفهم بقى ازاي قدام. بترجع بتقعد في البيت بتكمل بيبي سيتنج ديوتيز بتاعتها مع ايجون وفيسيرس. مهمين جدا يا جماعه في المستقبل ان شاء الله. ايجون وفيسيرس ومعاهم تنين صغير اسمه ستورم كلاود. بتيجي ليدي جين ارن بتقول لها عندي ليكي اخبار جميله، راجيو بتاع بنتوس موافق ان انت تيجي انت وايجون وفيسيرس وستورم كلاود تروحوا بتاع. فلقت رينا ايه مش مبسوطه كده، فقالت لها انت ايه ده؟ ما انا حاسه ان ده خبر سعيد يعني. قالت لها انت ضحكتي عليا جين ارن انت برقبتك الطويله دي، في تنين هنا، في تنين كبير. انت قلتي لي ان ما عندكيش تنانين. قالت لها الناس بتقول ان في تنين موجود، بس الحمد لله ان هو وايلد دراجون ومفيش حد بيمتطيه. فراحت رينا قالت لها الحمد لله. فايه شكل رينا عايزه تمتطي هذا التنين. هذا التنين سارق المعيز. جين بتقول لها يا خلاص انا هظبط لك مركب وناس 6 يحموكوا وبتاع عشان تروحوا على بنتوس. طبعا ولا اي بنتوس، رينا مش هتروح طبعا من الواضح يعني. بنرجع لدريفت مارك. المعلم الين قاعد بيحلق بقى الشعر الابيض بقى بتاع التارجاريانز ده عشان هو مش هيفضل بقى متحجب طول اليوم، لازم يشيل الحجاب ده. فقعد بيحلق وبتاع، وهو وادم بيحصل بينهم كونفرسيشن كده يعني. اختصارا ادم بيقول له يا ابني ده ابوك يا ابني، وانت لازم تاخد الحاجات دي وبتاع، ولازم انت تبقى لورد ولازم انت تعمل ومش عارف ايه. فالين بيقول له ولا اي لورد مش هيدينا دريفت مارك، ما بيعترفش بينا، مش هيعترف بينا، ان شاء الله تغرق دريفت مارك بس عمره ما هيديها لنا احنا. ادم بيعلق بيقول ان هو بيحبك انت ما بيحبنيش انا، وما بيعترفش بيا وبيعترف بيك انت. وفي كده شويه مشاكل ابويه يعني في الثلاثه دول. في دراجون ستون جيس بيقول لراينيرا انت يعني برافو والله الحركه اللي عملتيها مع داركلين وبتاع تمام وبتاع. ماما شكلك متعصبه، حضرتك لطشتي سلتجار على وشه ولا انا متهيألي؟ قالت له وبتاع. قال لها ليه؟ قالت له ده يحمد ربنا ان انا ما قطعتلوش لسانه. قال لها طب هو عمل ايه؟ هي قالت له انا زهقت ان الناس كلها شايفاني واحده ست وعبيطه وبتاع، وكله عايز يتنطط عليا وكله عايز يزعق لي، ما ينفعش ينسوا انا مين. كلام بالشكل ده. بتيجي مساريا بتقول لها الهديه وصلت. فجيس
فاكر نفسه يعني متابع كل حاجه، لقى نفسه مش فاهم اي حاجه. لقى ايه هديه ايه بتاع، محدش رد عليه، قفش ومشي، بص المساريه بصه غريبه كده ومشي. وبنشوف الهديه اللي هي عباره عن فلوكه جايبه شويه اكل ورايحه على كينجز لاندنج. الناس مش مصدقه، واحد اصلا اللي لقى الفلوكه دي كان قاعد بيدور على قواقع ياكلها اساسا، فلقى بقى فيها تفاح وبتاع مش عارف ايه، بيبص قدامه لقى بقى ايه اسطول من الفلايك جايين عليه كلهم اكل، وعليهم علم الترجاريانز ريد دراجون اون بلاك اللي هو بتاع راينير. فخطه ذكيه جدا من ميساريا في الوقت اللي الناس كلها قاعده بتشتم في الجرينز، تقوم بعت لهم حاجه تخليهم يمجدوا البلاكس. الجفت دي بتوصل في كينجز لاندنج. كينجز لاندنج بتبتدي تتشقلب. بنبتدي الاول ان اليسنت قاعده مع ايجون وبتعتذر له على ان هي كانت سيئه جدا ووصلته للحاله القذره اللي هو فيها دي. بلاش ننسى ان هي اللي سخنته، وكانت اخر واحده اتكلمت معاه قبل ما يقرر ان هو ياخد التنين بتاعه ويخش يموت نفسه يعني. بتقول لمستر اورويل هو مش الراجل، مش انت قلت انه صحي وابتدى يتكلم وبتاع؟ قال لها لا صحي ايه، لا ده بيصحى بس شويه وبينام وبتاع، هو يعني هو ان شاء الله كويس. طبعا ايمند مخليه يشربه كل المشاريب بتاعته علشان ايجون ده ما يصحاش تاني. بيقول لها ما تقلقيش يعني هيعيش وبتاع. فبتقول له بعدين لما يعيش يعني هيبقى ايه، لما يعني ملك مثلا ايمند هيسيبه يتفضل يا باشا العرش بتاعك؟ مفيش الكلام ده. بتقول له انت بعت الجوابات لابويا اوتو هاي تاور مفيش رد ليه وبتاع؟ قال لها انا بعت له في اولد تاون وفي هاي جاردن وفي كل ذا ريتش ومفيش رد. وبلاش تنسي ان ذا ريتش في حرب هناك. الحرب دي بين مين ومين بقى؟ بين الجيوش اللي في ذا ريتش اللي هم بيحاولوا يجمعوها، ولورد بيسبري ابنه مجمع جيوش وبيحاول يحارب. لورد بيسبري ده هو اول واحد اعترض على الجرينز، وكريستن كول مسمره في الترابيزه خلص عليه. كان ماستر اوف كوين قبل تايلاند لانستر. بتطبطب على ابنها وفي الاخر بتقول له انا اسفه وبتمشي. بتبص على كريستن كول وهو بيجهز الدنيا وبتاع، ورايحين بقى الحرب اللي ايمند بعتها لهم دي، وهو مش بيبص ناحيتها وهي لسه عايزه تندهله. اخوها ندهلها لها بقى اليسن رايحه فين، تعالي هنا. ناداها قالت له انا جايه بس اقول لك ان انا ادي لك البليسنج عشان تروحوا تحاربوا. قال لها شكرا ماي كوين وبتاع. هو خد باله طبعا ان هي جايه تاخد بوسه من كريستن تقريبا او في حاجه. وكريستن كول بيبص عليهم قوي كده برده، ابتدى ايه تسبيل الخفيف من بعيد لبعيد. بتساله انت ما جالكش اي جوابات من بابا اوتو هاي تاور؟ قال لها انا ما بعتلوش اصلا جوابات، ولو هيبعت هو اصلا جوابات هيبعتها لك انت طول عمرك انت الفيفوريت بتاعته، انا ما هيبعت لي ليه؟ وعامه ما تقلقيش، هو طالما ما بيبعتش يبقى ما فيش حاجه يقولها. لو في اخبار هيعرف يبعت كويس جدا عادي جدا. بتقول له انا دايما بقعد افكر لو انت اللي كنت اتربيت هنا كان ايه اللي هيحصل لك، كنت هتبقى عامل ازاي؟ قال لها انا الكبير، انا اير تو اول تاون، فانا لازم افضل كهاي تاور موجود هناك. بتقول له طبعا الموضوع كان صعب ان انت من غير امك وعايش هناك في اولد تاون لوحدك. فقال لها انا تمام وانت بقيتي تمام. قالت له طيب اسالك سؤال. قالت له ديرون ابني. تاني مره بنتكلم على ديرون اللي عنده دراجون اسمه تساريون ده في اولد تاون. هي موديه هناك يشتغل حاجه زي وورد كده، اللي هو حاجه وهو عيل صغير يساعد الناس وبتاع ويتعلم ويشوف، بس حاجه يعني بتاعت ولاد الزوات قوي يعني. فبيقول لها ان ديرون ده عنده 16 سنه، صغير كبير، بنعرف ان هو هيبقى شكله نفس منظر ايمند يعني، متهيألي يعني كبير يعني، وان هو طيب وكويس والبنات بتحبه وحاجات كده. فدي حاجه جميله بالنسبه لها، بتهديها وبتريحها ان على الاقل مش الثلاث ولاد اتضربوا. فهي بتقول له ده يعني، فهو بيقول لها تقريبا القلعه هنا هي اللي بوظت الولاد عندك. قالت له القلعه ولا انا امهم؟ قال لها انا لازم امشي. قالت له طيب انا هصلي لك. راح ضحك كده صلي لي. هو تقريبا مجمع ان الوليه دي شمال وقاعده تقول عامله نفسها بتصلي وشمع وحاجات كده، فراح ضحك وماشي. وكريستن كول ابتدى يسبل بقى الاليسنت، واليسنت تسبل كريستن كول، وراحوا ايه طالعين بقى على الحرب بتاعتهم. طلعت على بنتها هيلينا، لقت هيلينا بتقول حاجه غريبه. بتقول الحشره دي بطلت تغني. غريبه قوي مش كده؟ انا اعتقد ان هي، احنا هنقعد بقى نلعب اللعبه دي، انا اعتقد ان هي قصدها ان ايجون بطل يتكلم. ايجون كان صحي وبيتكلم دلوقتي ريح تاني وفي حاجه غريبه. فهي شاكه ان ايمند خلى مستر اورويل يديله الادويه اللي بتنيم، وده اعتقادي الشخصي ممكن يبقى بلا. فبتقول لها قومي يا بنتي يلا نروح ايه نصلي ونولع شمعه وحاجات كده. نصلي ونولع شمعه بقى وحاجات كده. فبيروحوا على المعبد بتاعهم. بنشوف بقى اكتر حاجه جننتني في هذه الحلقه. هيو الراجل ماشي جعان بيدور على اي اكل لبنته العيانه مراته، ما لقتش فتافيت، فراح هو ماسك بوبسي. عارف يا كلب لو قربت البوبسي، عارف
الحمد لله الناس بتجري جنبه ماسكه شويله اكل وبتاع، فبيسيب بابسي. الحمد لله بابسي بيطلع يجري، بيروح يقفش واحد كده يقول له ايه اللي بيحصل، بيقول له الكوين راينيرا بعتلنا هدايا مراكب. راح ماسك واحد تاني مديله في وشه واخد الجزره اللي معاه وطلع يجري. الدنيا ابتدت تولع في كينجز لاندنج في الوقت اللي هم رايحين فيه المعبد أليسنت وهيلينا. بيخشوا المعبد وهم بيصلوا وبيولعوا الشمعة وبتاع، بيجي لهم ريكارد ثورن كينجز جارد بيقول لهم لازم نمشي حالا، الدنيا مقلوبه عليكم بره. بيطلعوا واحد بيديها بالسمكه في وشها بيقول لها يا ملكه السمك، ويقوم مديها حاجه يعني ايه. ابتدوا يهزقوهم جامد قوي وهجوم جامد. والحمد لله حاجه عجبتني جدا، واحد من الكينجز جارد المعفنين اللي جايبهم ايجون، ليون استرمونت، اللي هو اللي كان متضايق من لبس وهو واقف جنب ايجون المره اللي فاتت، ده الجمهور مسكوا عملوا شاورما قعدوا يقطعوا فيه خلصوا عليه، هربوا بصعوبه. واحد مسك ايد أليسنت راح الكينجز جارد قاطع له ايده، قالت له دخلوا السيوف جوه. كارثه بقى، ابتدت الشعب هيحارب الكينجز جارد والملكه الثانيه، فكده كله هيموت. يا دوبك هربوا بالعافيه، ركبوا الكاريتا بتاعتهم دي. الناس كلها قاعده بتقول لونج ليف كوين راينيرا. بتسمع أليسنت وبتبص بتلاقي في ايدها تعويره هنا كده زي بالظبط التعويره اللي هي عورتها لراينيرا في سيزون 1 لو تفتكروا، بالخنجر الفاليريان ستيل. لاريس ما بيستحملش الاهانه اللي هو تهانها، بيروح على ايجون وبيلعب لعبه بنت لذينه صايعه. بيروح له وهو بيستناه لحد ما يصحى، بتيجي البنت علشان تديله المخدرات، يقوم قايل لها لا ثانيه واحده مش هنديله بقى اي حاجه، ده انا عايزه صاحي ساعه كده. وبيقعد يتكلم مع ايجون يقول له انت دلوقتي بقيت زيي، انت دلوقتي بقيت معاق، الناس هتبص لك بصة ضعف، الناس هتبص لك باشمئزاز وهتبص الناحية التانية وهتصعب على الناس. الكلام ده كله بيبتدي يضعف ايجون تماما، يخلي ايجون لعبه في ايديه. بيقول له احمد ربنا ان انت دلوقتي مخك سليم، وده اهم حاجه، ودي حاجه اللي عيشتني كل السنين دي. ايمن دلوقتي بيحكم، اظن انت عارف ان انت في خطر. ايجون قال له انقذني ارجوك، تمام. ولارس ادى بصه كده، والله بفكر اخليها هي الثامنيل بتاع الحلقه او احطها. غيرت انا الثامنيلز، واخدين بالكم الموضوع بقى الطف؟ قولوا لي يا جماعه والله. كتب اهي ستاركس اهم حبايبي. المهم نرجع لفاجوالة جديدة من فاجوالات المعلم دايمون تارجاريان، والمرة دي الفاجوالة بوزيتيف جدا. موجود جنب اخوه لما مراته ماتت، وخد اخوه في حضنه وقال له انا معاك وانا مش هسيبك. تحس ان دايمون اتعلم دروسه، ومسلسل الفاجوالة اللي عدى عليه ده طور منه، خلاه يبتدي يبقى عنده مشاعر ويحس شوية وما يبقاش شرير قوي زي ما كان قبل الفاجوالة. طبعا كالعادة بيصحيه المعلم بسلة وبيقول له ان جروفر تالي الراجل اللورد باراماونت اوف ذا ريفرلاندز مات. فبيسأله مات ازاي؟ قال له الناس كلها حاولت تعالجه، حتى بعتنا أليس ريفرز المعالجة بتاعتنا تعمل كل اللي تقدر عليه، ولكن الراجل مات. فبنعرف من هنا ان أليس ريفرز دي مش زي ما الرومرز كانت بتقول. ناس كتير قوي على يوتيوب كانت قاعده بتقول ان هي واحده مش موجوده، وان دي في تخيلات دايما. توقعي انا الشخصي طبعا لا، ان هي موجوده وكل حاجه، بس ممكن يكون دايما بس هو اللي شايفها بالشكل ده. بيمشي سايمون سترونج اي كي اي بسله، وبيقعد دايما بيعيط على اخوه، بيفتكر ان اخوه مات وان هو ما كانش واقف في ظهره. كنا فاكرين ان الناس هم they claim the dragons، ولكن سي سموك كان عنده رأي اخر. سي سموك هو اللي امتطى ادم، هرب قاعد يجري وراه، هاجم على ادم في وسط 99 واحد انت، ويقوم نازل له ادم يفلق وده يجري وراه ويلف وينزل عليه ويلف وينزل عليه. من احلى السينز اللي في كل المسلسل بالنسبه لي، عجبتني جدا جدا ان سي سموك ولا خد يلا فيلاريون ياسمر انت زي اللي كان ممتطيني، تعالى امتطيك، رايح هاجم عليه، قرب منه. ادم خدت بالي ان ادم عنده شعر هنا لونه اصفر تقريبا. ادم صابغ ولا ده محروق ولا ايه؟ قولوا لي رايكم ايه في الكومنتس. بس كانت سين حلوه جدا جدا. اخر مشهد هو المشهد بتاع ميساريا وراينيرا، الاثنين بيتكلموا على ان الخطه ماشيه كويس. هي ميساريا بتقول لراينيرا ان الخطه ماشيه كويس جدا. راينيرا مش مبسوطه، فميساريا بتقول لها مالك. راينيرا بتقول لها انا كان نفسي ابقى زي دايمون، انا وهو نصين بنكمل بعض، هو قوي ومحارب وكل حاجه انا نفسي فيها عنده، وانا الملكه اللي واخده الحقوق وكل حاجه انا عندي هو نفسه فيها. ميساريا قالت لها انت عندك جيوش الفيلاريانز. رانيرا قالت لها انا ضعيفه، انا جيوشي ضعيفه، انا عندي
سايراكس وتنانين صغيره جدا. حتى لو كسبت الحرب جيكارس ما بيثقش فيا، ابني مش واثق فيا، ازاي الشعب هيثق فيا وجيوشي هتثق فيا؟ فميساريا بتقول لها انا بثق فيكي، وبتبتدي ميساريا تحكي لها القصه المأساويه بتاعه طفولتها، ان ابوها كان بيعتدي عليها، وبعد كده لما حملت كان عايز يقتلها وقتلها فعلا وسابها، ولكن هي ما ماتتش وعاشت. فبتصعب قوي على رينيرا وبيحصل مش عارف اقولها ازاي، بس يعني ما علينا يعني. استغفر الله العظيم. المهم وهم شغالين في الاستغفر الله العظيم ده بيدخل عليهم لورنت مارن براند وبيقفشهم. لا انتوا بتعملوا ايه؟ بس انا مش هينفع اتكلم في الموضوع دلوقتي، في مشكله اكبر بكتير، سي سموك طاير في الهواء. فقالوا له ماشي احنا عارفين. قال لهم وراكب عليه حد. بتبص رانيرا لميساريا، ميساريا بتقول لها جرينز، فرانيرا بتقول لها انا مش حاسه ان ممكن يبقى في اي حد تاني. فهنا رانيرا بتقول انا مش هفضل واحده عبيطه وساذجه والناس تضحك عليا، انا هاخد التنين بتاعي واروح اللي راكب سي سموك ده هخلص عليه. رحت رايحه راكبه سايراكس ومنطلقه علشان بقى ايه الحلقه اللي جايه ان شاء الله نشوفها بقى ايه ده، انت اللي راكب سي سموك ده، انت شق وبتاع مش عارف ايه. هتبقى لقطه لطيفه يعني. دي كانت الحلقه السادسه من هاوس اوف ذا دراجون سيزون 2. اتمنى تكونوا انبسطتوا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو عايزين وتبقوا جدعان. باي باي.